وسام ابو علي لازم يمشي من النادي الاهلي. ما بين العرض الامريكي والعروض الخليجيه، ما بين وجهه نظر النادي الاهلي وما بين وجهه نظر وسام ابو علي، مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط؟ هنعرف كل ده النهارده مع بعض في برنامج المساك. وسام ابو علي جاي له عرض من الدوري الامريكي وجاي له كمان عروض من انديه خليجيه. بيقال ان وسام ابو علي ووكيله ماسكين جدا في العرض الامريكي ومش عايزين يفرطوا فيه، ده لان العرض الامريكي هيبقى معاه اقامه ذهبيه ليه ولاسرته كامله، وكمان هياخد 4 مليون دولار في السنه الواحده. بس النادي الاهلي مش عايز العرض الامريكي، لان المقابل اللي النادي هياخده او العرض اللي معروض على النادي هو 3 مليون دولار فقط، وده رقم قليل جدا من وجهه نظر النادي الاهلي. طيب من الناحيه الثانيه، النادي الاهلي جاي له بعض العروض من دول الخليج. سمعنا ان الريان القطري عايز وسام ابو علي، وسمعنا ان في بعض الانديه الخليجيه عايزه وسام ابو علي، لكن الاهلي متمسك بالعروض دي علشان المقابل المادي بتاعها حتى على الحالي اللي الاهلي مش موافق بيه هو برضو اكتر من العرض الامريكي. لو عايز وجهه نظري انا شايف ان النادي الاهلي هو اللي معاه الحق، لان النادي الاهلي اشترى وسام ابو علي، لاعب مغمور جدا ومن نادي مغمور ومن دوري مش بيتشاف. وقبل ما يجي النادي الاهلي ما كانش مكسر الدنيا زي ما هو مكسر الدنيا دلوقتي مع النادي الاهلي. طبعا لعبه في بطولات القاريه داخل القاره ولعبه في كاس العالم للانديه هو اللي عمل منه نجم. طبعا هو ما كانش هيشوف كل النجوميه دي لو ما كانش جه النادي الاهلي. ففي النهايه انا شايف ان الاهلي حقه ان هو يبقى عايز مقابل مادي يستفيد منه باكبر قدر ممكن بعد ما يبيع وسام ابو علي، لان النادي الاهلي اوريدي هيتعرض لخساره فنيه، فما ينفعش ان انا اتعرض لخساره فنيه واتعرض لخساره ماديه علشان خاطر انت عايز تاخد الاقامه الذهبيه. ودي كانت وجهه نظري المتواضعه، لكن انا في النهايه تهمني وجهه نظرك انت. قول لي في الكومنتات تحت انت شايف مين معاه الحق، النادي الاهلي ولا وسام ابو علي؟ في النهايه ما تنساش لو انت بتشوفنا على اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو بتشوفنا على الفيسبوك اعمل فولو للصفحه، ولو انت بتشوفنا على التيك توك دوس على علامه الزائد عشان يوصل لك مننا كل جديد. سلام.